بتكره محمد رمضان لسبب صادم وبتعتبر كريم عبد العزيز هو نمبر 1. قالت إنها شافت النبي وهي صاحية في ليلة القدر، وصفت غطاء الرأس بلبس الشغل. الجمهور ساعتها مسكتش، نفسها تعيش قصة حب من بتوع ألف ليلة وليلة في التسعينيات. اتعرفت بالفنانة الروشنة بعد ما كانت أهم النجوم في السينما والدراما. الفن غدر بيها، ما بقتش لاقية أي حاجة تشتغلها. اتجوزت مرة واحدة من أخو زوجة الفنان عادل إمام، وتصريحاتها دايما مثيرة للجدل، وخصوصا لما بتتكلم عن زمايلها في الوسط الفني. كلامنا هنا النهاردة عن الفنانة حنان شوقي اللي اتصدرت الترند بسبب ظهورها الأيام اللي فاتت على التيك توك، هي والفنان طارق الدسوقي، اللي اتقال إنهم عايشين قصة حب وهيتجوزوا قريب، خصوصا انهم كانوا بيهزروا في فيديوهاتهم وهم مشغلين اغاني رومانسية لنجاة الصغيرة وغيرها من المطربين. لكن الكلام ده كله ما طلعش حقيقي، ده لان الفنان طارق الدسوقي رد وقال مفيش زواج ولا قصة حب ما بينا، اللي بيجمعنا هي علاقة أخوة، وكنا قاعدين في فندق واحد خلال حضور مهرجان في العراق، وحنان أختي وهي معتمدة على التيك توك فكنت بضحك معاها، فبيننا زمالة وصداقة وأخوة مش أكتر. الفنانة حنان شوقي اتولدت في القاهرة سنة 1967، واسمها الحقيقي سيدة. أبوها سماها بالاسم ده على اسم جدتها، ومن هنا وهي صغيرة كانت باين عليها إنها تبقى مشهورة، وده لأنها كانت ملامحها هادية وجميلة، ده غير إنها عندها قدرة على تقليد اللي حواليها، وكمان شاركت في برامج أطفال مع أبلة فضيلة. كل ده خلاها موهبة حنان قررت تدرس في معهد الفنون المسرحية، بس كانت في أيام دراستها كانت شاطرة جدا، لدرجة سنة 1990 وقت تخرجها من المعهد جالها دور عمرها اللي نقلها لسلم المجد والشهرة، وهو مسلسل ليالي الحلمية، ومن بعدها انطلقت في عالم التمثيل سنة 1993، وشاركت في بطولة أفلام كتير، ومنها يا تحب يا تقب، موعد مع الرئيس، مسلسلات منها البخيل وأنا، الحب في طابة، الشرسة، وغيرها من الأعمال. اتعرفت بالفنانة الروشنة، وده بسبب تغيير ستايل لبسها الكاجوال بدل الكلاسيك، وقدمت صيحات الموضة في أفلامها، ومنها تيشيرت وشورت، الجينز القصير، الكوتشي والشعر الهايش. ورغم نجاحها فنيا إلا إن حنان شوقي حياتها مليانة بالأسرار المثيرة، اللي من ضمنها علاقتها بأبوها وأمها، فحكت عن علاقتها بوالدها قبل كده وقالت بابا كان صاحبي وأنا صغيرة، أنا بالذات عن إخواتي كان صاحبي جدا، واخدت منه حنيته ورجولته وجدعنته، وهو اللي زرع جوايا الصدق إني أقول الحقيقة، وزرع فيا المسؤولية وإزاي أتعامل. أما عن علاقتي بوالدتي، قالت إن أمي كانت أحن وأصعب أم في الدنيا، لأنها كانت بترعى أبنائها الستة لوحدها، وبعد رحيل والدي كانت أم وأب، فكانت بمليون راجل، وكانت كوميدية زي ماري منيب، وفجأة تكون جامدة جدا وبنخاف من شديتها. كتير ما يعرفوش إن حنان شوقي كانت متجوزة من أخو زوجة الزعيم عادل إمام، وده بعد قصة حب كبيرة ما بينهم، فتعرفت على هشام الشرقاني وهي بتصور مع عادل إمام. بعد التصوير اتجوزوا، لكن يدوب عدى كام شهر وانفصلوا، وده بسبب المشاكل اللي كانت ما بينهم. حنان شوقي معروفة في الوسط الفني إنها شخصية مثيرة للجدل دايما بسبب تصريحاتها الجريئة، فكشفت قبل كده عن رأيها عن غطاء الراس، وقالت أنا محجبة سمعا وقلبا وروحا وعينا وكلاما، وفعلا من أتى الله بقلب سليم أقوى حجاب في الكون اسمه حجاب الجوارح. الحجاب ده هو لبس الشغل بالنسبة ليا، وبعد الكلمتين دول الجمهور غضب منها جدا، وقعدت فترة سيرتها على كل لسان بسبب تصريحاتها الغريبة. ده كمان أثارت الجدل بكلامها عن رأيها في الفنان محمد رمضان، لما قالت إنها مش بتتابع أي حاجة لمحمد رمضان، ما بعرفش أتفرج على حد مش صادق، وعلى الرغم من إنه عنده كاريزما إلا إنه هو بيبوظ نفسه، ومش هشتغل معاه حتى لو ادوني ملايين الملايين. لكن الصدمة للجمهور بكلامها عن كريم عبد العزيز، فقالت لما شافت كريم عبد العزيز بيمثل حست إن نور الشريف لسه ما ماتش، وأحمد زكي رحل وهو بيشيل الوسط الفني على إيده. الوسط الفني تقيل بكريم عبد العزيز سبب بعدها عن الوسط الفني، وقالت إنها شافت رؤيا لسيدنا النبي في رمضان، وكانت بالنسبة ليها إنها ليلة القدر، وشافته وهي صاحية
ده غير ما بقتش يتعرض عليها أعمال مناسبة، وده كان السبب في قلة أعمالها الفنية.